بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة ان شاء الله. يكتب لكم الهنا كده بإذن الله يا رب، ما تشوفوا حاجات وحشة يا رب ان شاء الله. انا بص هعمل ليمون قضاليا، لقيناه رخيص والله، الكيلو ب5 جنيه تصدقوا. التاني بقى ب40 جنيه الكيلو، اللي هو الليمون العادي ده، اللي هو البنزهير. وده القضاليا بقى ب5 جنيه. شايفين؟ جبت 2 كيلو، وده بيتاكل بقى تعمليه. بصي، اول ما تخلصيه وتحشيه بالشطه، ولا شوفي هتحشيه بايه، انا هحشيه قدامك. بصي تاكلي منه في ساعتها، ده حلاوته في كده بقى. واحنا بنحبه قوي الليمون ده، بيبقى طعمه جميل احلى من التاني والله. والتاني حلو مش وحش، بس ده بيتاكل في ساعتها. يعني هتحطيه مثلا على النار يستوي، اول ما تحسي ان هو دخل في السوا كده استوى، تروحي مطفيه عليه على طول عشان بيتهرى. بعد كده تمسكيه هتقطعيه، هعمله قدام، تقطعيه على 4 كده وتحشيه وتحط في البرطمان. هيقعد عندك مش هيجراله اي حاجة. ولو عايزاه يقعد بالسنة، عبيه ببرطمانات. بعد ما تخليه قطعيه حتت صغيرة، وعبيه ببرطمانات كده في قلب التلاجة من تحت، وحط البرطمانات. وعايزة تقعديه 2 3 سنين، حط على وشه شوية زيت، يعني بيقعد ما شاء الله وقت طويل. تطلعي الواحدة كده ما شاء الله، طعمها بيبقى في منتهى الجمال. تقطعي حتت صغيرة كده بيبقى حلو قوي. الحلاوته ان هو بيبقى رخيص، وفي نفس الوقت بيتاكل في ساعتها. انا هحطه على النار يتسلق اهو، لما يتسلق هوريك وانا بحشيه وانا بخلله. هيعجبك اوي والله. ورخيص، خلي بالك، ب5 جنيه الكيلو. يعني 2 كيلو هم ب10 جنيه. ما يجيش على شوية مخلل هتروحي تشتريهم قد كده بال10 جنيه. احلى من البتاع. السنة دي ما عملناش زيتون والله. عملت الليمون المعصفر بس، لكن ما عملت الزيتون، لقيته غالي قوي. قلت على ايه، يلا مش مشكلة. انا عملت البتاع ده، الليمون التاني المعصفر. مخليه رمضان. هوريكي برضه البرطمانات شكلها بقى روعة دلوقتي، ومركونة في المطبخ، مش حطاها هنا ولا هنا. انا هحطه يتسلق، ولما يتسلق اتفرج على جماله. شايفين حبايبي؟ اتسلق اهو، قطعته الواحدة على 4. يعني فتحته كده، شايفين؟ اه، فتحيه على 4 كده. شوية شطة كده وشوية الملح، وهتعبي كده اهو، تحطي فيها في البرطمان. ساهل. بصي تخلصيه وكلي منه على طول، ولا يجراله اي حاجة. انا مش عارفة افتحها وانا بصور بايد واحدة. شايفين حبايبي؟ تحطي في البرطمان كده على طول، بياخدش منك وقت خالص. هو ملح بس على شطة، مفيش الا هو كده. شايفين؟ سهل وسريع، ما بياخدش وقت. اغسليه بس كويس الاول، وبعد كده روحي سلقاه. شوية مية كده تروحي حطاهم على النار وسلقاهم بيه. اتفرجي بقى على احلى ليمون. عايزه تحطي له فلفل، عندك فلفل حطي له. انا عندي بس مش هحط له فلفل صراحه، هي الشطه كفايه قوي. ده حلاوته بقى انك ايه، بتاكليه في ساعتها، غير الليمون التاني المعصفر ده، والليمون اللي بتعمليه. شايفه 2 كيلو، اللهم صل على النبي، ياما مش شويه. انا فاتحاها على 4، اول ما استوت طفيت عليه على طول، خدش وقت. حاجه في البيت حلوه. يا 10 جنيه يعني، هتملي البرطمان بيه. هي الشطه اللي بتطعمه، خلي بالك. شايفين 2 كيلو قد ايه؟ كتير والله. والله ب5 النهارده. هو الليمون دوت بيبقى رخيص شوية، بس ساعات ما تلاقوش في السوق. هو موسمه دلوقتي، التاني يغلى ده يرخص. ليه ما تعرفيش؟ ثواني يا حبيبتي، خلي الحاجة عندك في البيت. حتة مخللة تبلعي بيها اللقمة.
شايف الشطة جميلة ازاي، ما تعمليها في البيت عندك بتنفع والله. شايفين قد ايه ال2 كيلو، اللهم صل على النبي. مع اي حاجة بقى تيجي تاكلي حتة فلافلاية بتاع اي اكل بتحتاجي جنبه مخلل، ارخص من اللي في الشارع يا جماعة وانضف. بدل ما تشتروا الحاجة غالية من بره، لا انتوا اولى بالفلوس. البرطمان ده بس بياخد 3 كيلو. وهنا شوية مية خليتهم من السليق بتاعه. حط عليهم شوية الشطة دول. وهنقلبهم كده. انا حاطة ملح بس مش عارفة تبقى حاجة ولا ايه، هشوفه كده اذا كانت محتاجة ملح ولا حاجة. لا حلو كده، عشان هنا في ملح. وحطها وهي سخنة كده، خلي بالكم. شايفين، عايزة شوية كمان. شوية ملح بس صغيرين. ثواني. وكده تمام تمام التمام. يا سلام، شوية مخلل عسل. ايه رأيكم بقى؟ نخلي الليمون القضاليا ده، شو بتاع الغلطة ده. وانا عاملة المعصفر اهو، شايفين المعصفر شكله عامل ازاي اهو. ده بقى المعصفر بقى دوت ايه طريقته غير اي ليمون. شايفين ده عملناه سهل ازاي، ما بياخدش وقت. لا ده غلط، ده مش كده خالص. ده ان جبت 2 كيلو ليمون لازم تجيب 2 كيلو قصادهم عشان تعصريه. ده معمول بعصير الليمون. المعصفر الاصلي هو بالطريقة دي. تمسكي 2 كيلو ليمون تعصريهم عصرة كويسة، مش هترمي القشر، خلي بالك انت القشر هتخليه برضه. وتمسكي الليمون تفتحيه والعصفر وحبة البركة وشوية الملح، تحشي وتحطي في البرطمان. وبعد كده تروحي حاطة مية الليمون عليه والقشر فوقيه، هتبصي تلاقيه هو كمان نزل مية والبرطمان اتملى. شايفين لونه جميل ازاي اهو. انا عاملاه مخليه رمضان. ما انا ما عملت الزيتون زي ما قلت لكم، فانا عملت الليمون المعصفر ده. بصوا شكله عامل ازاي، جميل ازاي. بصوا ولا اي حاجه، ما حطيتش اللي هي وحبه بركه والبتاع الاصفر. مش عارفه حطيت شطه يوميه ولا لا، ممكن تحطي شطه كمان، ما تحطيش براحتك. ورصيته ورحت حطاه في البرطمان، يستنى ان شاء الله 2 3 زي ما هو متغطي كده. والله حطاه في المطبخ، مش حطاه بره خالص، يعني حطاه في دولاب المطبخ. لما يجي رمضان ان شاء الله عليكم بخير، كل سنه وانتم طيبين، نفتحه ان شاء الله باذنك يا رب. اما ده هيتاكل دلوقتي، هيتاكل منه على طول اهو. شايفين، ده سهل وسريع. عايزه تحطي معاه جزر حطي، عايزه تحطي فلفل حطي مع الليمون ده، بيبقى طعمه جميل. لو حطيتي شويه جزر بيبقى طعمه جميل قوي مع الجزر كمان. انت بقى تطلعي منه على طول وتاكلي، مش هيجرى حاجه. شايفه لونه، ولسه كمان هيستنى يعني عندك، هيلون احلى. بص الجمال بقى سهل ازاي. انا قلت والله، قلت اقول لكم الليمون رخيص، روحوا هاتوا. ما بلاقي اي فرصه كده تنفعكم ولا حاجه بروح قايلالكوا عليها. شايفين جماله حلو ازاي. والبتاع الليمون المعصفر بصوا عسل عسل العسل. اعمليه كده يلا يا حبيبتي كده، خليكي شاطره، اعملي حاجتك في البيت، بلعي بيها اللقمه، الحاجه غاليه اهو. ولهلبها يلا، الله يديكوا الصحه ويقويكوا يا رب. يلا حبيبتي، 2 كيلو ب10 جنيه مش حكاية يعني. 10 جنيه، ده الولا بيجيب باكو الشيبس ب10 جنيه النهاردة يعني. بصي، بس اغسليه الأول عشان بيبقى من بره الليمون ده بيبقى مش نضيف من بره، يتغسل كويس وبعدين تبدأي تسلقيه. وخلي بالك بالسلق بسرعة لا يتهرى منك. انا قلتلك اهو، يعني عينك عليه على طول. وشوية الشطة بس والملح، مش هتغرمي اي حاجة. وشوية المية السخنين منه هو، بعد ما تسلقيه خدي شوية مية سخنين
وقلبي فيهم البتاع وعبيه سخن عادي، مفيش مشاكل. يلا حبايبي اعمليها وتهني. مع السلامة. معلش مخلل بقى النهاردة. مع السلامة.